المطبع اليوم أين هو؟ نسأل الموقف الرسمي أين هو؟ المواقف المطبعة التي تزف التطبيع الرسمي أين هي اليوم؟ أين هم؟ أين الذين يقولون إسرائيل تحمينا، إسرائيل تنصرنا، إسرائيل تأتينا بالصحراء، إسرائيل تأتينا بالمن والسلوى، إسرائيل تأتينا بالماء دون أن نحتاج إلى صلاة الاستسقاء. مكتب الاتصال يقولها في الرباط: لا تحتاجون أيها المغاربة لصلاة الاستسقاء اليوم. أين إسرائيلكم أيها المطبعون؟ هذه إسرائيلكم وهذه مقاومتنا، هذه إسرائيلكم، هذا جيشكم، هذا التسحال، هذا الكيان الصهيوني الذي وشح أزولاي بوسام الشرف الوطني وبمشعل أبراهام. هذه إسرائيلكم أيها الأزولاي، وهذه مقاومتنا نحن أنصار فلسطين، نحن الشعب المغربي الحقيقي، هذه مقاومتنا، فأرونا أينا صاحب الحق وأينا المنتصر. وقفة اليوم هي لإيصال رسائل أولا إلى الشعب الفلسطيني للتأكيد له بأن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، والشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني كفاح عادل. ثم رسالة إلى الفصائل والكتائب المقاومة لتؤكد على الوحدة، لأننا ها نحن نرى نتيجة وحدة الساحات، وأن الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام هو الذي يحرر والذي يبني ميزان القوى لتحرير فلسطين. والرسالة الثالثة إلى المطبعين لنقول لهم بأنكم شركاء في الجرائم التي يرتكبها جيش الحرب الصهيوني وقطعان المستوطنين. أنتم شركاء فيما يعانيه المقدسيون وما تعانيه المقدسات الإسلامية، ونقول لهم هذه إسرائيلكم التي تعولون عليها لتحميكم، ها هي تثبت أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها، فعودوا إلى الله وعودوا إلى شعبكم قبل فوات الأوان. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.